السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هحكي لكم النهارده عن تضحية كانت في ست يعني اتجوزت او امرأة اتجوزت وكانت نفسها في ولد، وبالفعل هي خلفت ولد زي القمر. طبعا الولد كان بيخاف منها لان هي كانت بعين واحدة. هي مشكلتها الوحيدة ان هي كانت بعين واحدة. الولد كان بيخاف منها وكان بيبعد عنها بكل الطرق. كان بيحاول بقدر الامكان يبعد عنها، وبالفعل هو كبر وبعد عنها واتجوز. وكانت بتروح له، لما كانت بتروح له هي كان معاها شقة في المنطقة اللي هي ساكنة فيها. فكان أول ما يشوفها يخاف، وعياله كمان بيخافوا. وكان بيقول لها متجيليش، أنا لما احتاجك هجيلك. اتزنق في فلوس فاتصل قال لها، فكانت بتبعت له كل شهر فلوس بانتظام، من غير ما يعرف، عفوا، من غير ما يعرف الفلوس دي جايه منين. قعدت فترة ما تسألش. بيدور على الفلوس ومش لاقيها، يعني هي بالنسبة له فلوسه بس. فراح في المنطقة اللي هي ساكنة فيها، وعرف ان هي توفت وسايبه له جواب. الجواب ده عبارة عن: يا ابني يا حبيبي، انت اول ما اتولدت بعين واحدة، وانا اتبرعت لك بعيني عشان خاطرك. شفت تضحية امه اتبرعت بعينها، وفضلت طول حياتها مذلولة منه هو، وكان كارهها. فضل يعيط كتير قوي. اما بخصوص البيت، بخصوص الفلوس اللي ببعتها لك كل شهر، فانا بعت الشقة اللي انا قاعدة فيها، وكنت بقعد في المسجد اكل واشرب، وكانت أمنية حياتي إني أشوفك بس وأسمع صوتك. وهو للأسف كان قاسي جدا. فضل يعيط. كل يوم يروح لها على تربتها ويعيط. هل هيفيد الندم؟ أنا بس كل اللي عاوزة أقوله لكم: إحنا دلوقتي اللي معاه أم يحافظ عليها، لأني أو أب، واللي معاه الاتنين يحافظ عليهم، لأنه مش هيتعوضوا. ربنا يرحم أهالينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.